واو سعداتي واش لهاد الدرجه عندي الزر اني غنلقى وليد بحال هكا ولا راجل اللي بحال هكا غيتعامل معايا وغنولد معاه وليدات وغيكون رب اسره مزيان. الشهر الاول اش كنكتشف التصرفات ديالو كانت فريمون مريضه، يخاف يمشي للثلاجه ياخذ دانون من الثلاجه. السلام عليكم. امرأة غادي تزوج بواحد الراجل اللي غتقول انه كانت كتشوف فيه رجل الاحلام ديالها، ولكن داكشي اللي يوقع ليه معاها غيصدمكم. غير حب تبعوا بها معايا الوالدين الفيديو. الامهات اللي كيتفرجوا فيا، الا كان عندك شي وليد مريض نفسيا او عقليا او فيه اي مشكل، ما تمشيوش تضحكوا على بنات الناس. والناس اللي عندهم البنيات مرض نفسيا ولا عندهم شي مشكل خليوهم يتعالجوا، عاد زوجوهم. ما تبقاوش تشكروا ولادكم او بنياتكم للناس اخرين وتديو معاكم الذنوب فابور. انا واحد البنيه كنت عند والديا عادي كنقرا ترونكيل، حتى واحد النهار غادي تجي واحد السيده مهم كنعرفوهم من البعيد، تفكرتني واحد النهار هضرت مع ماما في التليفون، السلام عليكم فلانه، قالوا لي عندك البنيه تبارك الله كبرات وهذا ودايره وكتقرا وهذا وهذا اش اخبارها لاباس عليها. المهم كتقلق للسوق. مني ماما شكرتني مزيان قالت لها انا مزيانه بخير وداكشي كله، قالت لها الا بغيتي الله يرحم بها الوالدين حنايا بغينا بنيه لولدنا، والا كان ممكن نديروا تعارف ونشوفوا الا تفاهموا الوليدات نزوجوهم. داكشي اللي طرات، وافقت انا ما عندي مشكل. جا السيد لدارنا، جات السيده لدارنا، تقولوا هادو طاهرين ما فيهم حتى شي مشكل. حتى دابا كلشي مزيان. العائله ديالو كانوا عنده جوج خواتات وكانوا عنده جوج ديال الخوت زائد هو. ايوا جاو يا سيدي، جاو جلسوا معنا في الدار، رحبنا بهم، كبرنا بهم، كبروا بينا. مهم داكشي كله داز مزيان، كيبان راجل ديال الاحلام فريمون، راجل مزيان وخدام مزيان وكلشي ديالو الحمد لله كلشي مزيان. والوالده ديالو ما خلات ما قالت عليه، كتشكرو بواحد الطريقه لا يمكن. ولدي ظريف، ولدي زوين، ولدي كيحن، ولدي مرضي، ولدي 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 ولدي. حتى انا وليت كنقول واو سعداتي واش لهاد الدرجه عندي الزر اني غنلقى وليد بحال هكا ولا راجل اللي بحال هكا غيتعامل معايا وغنولد معاه وليدات وغيكون رب اسره مزيان. انا فرحت. داكشي اللي طرا مهم الحمد لله داز العرس، داز كلشي مزيان. الشهر الاول اش كنكتشف غنلقى هذا السيد هذا مريض نفسيا بمعنى الكلمه، يعني مازال ما تبت عليه حتى شي حاجه، ولكن التصرفات ديالو كانت فريمون مريضه. كنتخيلوا معايا في الليل كيخاف في الليل، كيخاف يمشي للثلاجه ياخذ دانون من الثلاجه، كيخاف يدير شي حاجات اللي ما كان انا ما كانش كيتفهم ليا وما كنتش كنفهم التصرفات ديالو. واحد النهار كنا جالسين عادي صحى سلام تقلق شويه تبدا كيبكي ليا، انا ما فهمت والو، كنقول ويلي واش هذا من نيتو علاش كيبكي علاش هذا. ما هذا حاولت نواسيه، حاولت هذا، قلت يقدر لا بريسيون، يقدر الضغط، يقدر. واخا كنا في اسعد اللحظات، يعني في الوقت اللي الانسان خصو يفرح ويكون مزيان، هو لا العكس. واحد النهار غادي نتصل بماما قلت لها خالتي واش ولدك بحال هكا الكاركتير ديالو. انا صراحه ما نكذبش عليكم ما كنتش كنشكي عليها، ولكن كنت باغا نعرف الكاركتير ديالو بالضبط كي داير، يقدر انا ما فهمتوش. وهي بقات عليا شوفي بنتي شدي لي الخاطر، راه هو داير بحال هكا، راه هو ظريف، راه حنين، راه دا 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 دا. انا المهم كتعاود ليا عليه بواحد الطريقه تقولوا ما عرفتش شكون تزوجت انا. ايوا صافي بقيت معاه. ولكن صراحه ما نكذبش عليكم انا بانوا لي شي تصرفات اللي اصلا ما نقدرش نصبر عليهم. قلت غادي نرجعوا في حالتنا للدار، غنجمع قلوعي غنمشي عند والديا حيت راه هادشي ما يمكنش. داكشي اللي طرا مشينا رجعنا لدارنا، بقيت في داري عادي زعما قلت ممكن مع الوقت يتقاد داكشي، مع الوقت نتفاهموا انا وياه، مع الوقت نفهم شخصيته يقدر غير انا ما فهمتهاش. جيت كنخمم حتى كتبان ليا واحد البلاصه فيها الدوايات، كنجبد هذوك الدوايات ما عرفتش ديالاش، فعرفت وما عرفتش يعني شكيت في شي حاجه. مي قلت حتى نتاكد غادي نهز التليفون، صورتهم صيفطهم لا فامي ديالي، غيقولوا لي مبروك عليك السيد راه مريض عقليا ونفسيا، والسيد عنده مشاكل، عنده دي تروبل. وانا ما كان في راسي ما يتعاود وما قال لي والو، وكان في واحد الحاله اللي فريمون كانت خطيره. وعليا انا ما قالوا لي حتى شي حاجه نهائيا، لا في النهار الاول لا في النهار الثاني، لا عائلته لا ماماه، كل شيء شكروا لي على اساس احسن ما يكون. انا صراحه كنت غادي نتقبل الموضوع لو كان قالوا لي انه عنده المشكل فلان فلاني، نبقى معاه حتى يتعالج حتى هذا حتى هذا. ولكن ملي ولا كيقيسني في صحتي انا، كيبكيني بزاف، كيرجعني انسانه فريمون خايبه قدامه، يعني كيولي كيدير هو السبه ولا كيدير المشكل وكيرجعني انا اللي ظالماه. كيدير معايا تصرفات ماشي هما هادوك. واحد النهار عاد تهز عليا يدو صرفقني بدون سبب، كنا غير كنهضروا حتى جمع معايا واحد التمرميقه. انا تما صافي تعصبت ديال بصح ما عجبنيش الحال. تما غادي نهضر مع العائله ديالي قلت لهم انا صافي هاد الزواج ما بقيتش نكمل فيه، واخا قليل ولكن يعني المده كانت قليله بزاف، ولكن سي بون انا غادي نمشي في حالتي. هذاك الشيء اللي طرا مشيت في حالتي للدار. ايوا يا سيدي غادي نهضر مع العائله ديالو، قلنا لهم كون عرفنا ان ولدكم عنده مشكل وما قلتوا لينا حتى شي حاجه. تما غادي يهضر معايا خوه الكبير، السلام عليكم. وعليكم السلام. هذاك هو اللي كنت كنحترم في ديك العائله حيتاش هضر معايا بواحد الطريقه جد محترمه. قال لنا عافاكم سمحوا لينا راه خويا انا كان عنده مشكل، وراه العقل ديالو توقف في واحد المرحله شحال هادي، يعني ملي كان باقي صغير عنده واحد المشكل كبير، وهذا الشيء كله عارفينه وحتى واحد ما قالها ليا. ولكن هاد خو هذا بالضبط قال لي انا صحاب لي بلي حتى انت عندك دي تروبل وحتى انت عندك مشاكل، والعائله ديالي قالوا لي كنتي موافقه على هذا الشيء وكل شيء في خبارك، انا ما فراسي ما يتعاود. ايوا يا سيدي رجعت لضربه وبابا ما عجبوش الحال، عائلتي كامله ما
عجبوهمش الحال، طلقت منه. وهذاك خوه هو الوحيد اللي كان تفكرني في هذاك المحنه كامله، كيسول فيا كيتهلا فيا وما خلى مدى العائله ديالي. ومن بعد كيطلب السماحه، قال لنا سمحوا لينا والله العظيم ما كنت عارف. يعني في العائلات كاملين باغفوا كيكونوا كلهم خايبين، وكيكون منهم واحد اللي زوين اللي يقدر يعطيك الموقف او اللي يقدر يعطي عنوان لهذيك العائله. وهذه المره هذه نعاود نقول لكم اللي عندها شي ولد مريض تشدوا عندها بلا ما تزوجوا البنات الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنتمنى ان الرساله تكون وصلت. ثاني حاجه كنقولوا شكرا لهاد السيده اللي خرجت كتعاود هاد القصه. وكملاحظه هاد السيده اللي كتشوفوها في الشاشه هي مجرد كتعاود القصه، يعني ماشي هي اللي وقع ليها هادشي. تحياتي لكم، سلام الله عليكم.